ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو جديد. صاحي من امبارح والله مش عارف انام، ورايا امتحان تربية وطنية وامتحان دين. ايوه نفس التيشيرت الاسود. انا لسه صاحي، كنت لسه جاي من الامتحان، لسه جاي انا جيت من الامتحان تعبان، نمت. كنت صاحي من امبارح. انا قايل لكم ازيكم عاملين ايه؟ انا طالب ثانوية عامة ثالثة ثانوي، وده فيديو جديد. ان شاء الله نخلص ثانويه عامه بخير. ادعوا لنا وادعوا لكل واحد في ثانويه سواء عامه او ازهريه. بتوع الثانويه الازهريه اليومين دول يعني الله يكون في عونهم، بالذات بعد امتحان الازهر الفيزياء. هم حكوا لي قالوا ان الامتحان ده صعب قوي، وحابب اشكركم جدا. حابب اشكركم لان ما كنتش متوقع ان الفيديو فايرال. ما شاء الله الفيديو حاليا في الوقت الحالي الفيديو 1400 لايك و12000 مشاهده، وانا 1000 ونص سبسكرايبر. فما اعرفش كمان شويه، الحمد لله ربنا رزقني. في ناس بتقول لي انت عندك قبول، ما اعرفش، ده حاجه من عند ربنا. في ربنا رزقني ان الفيديو فايرال. فانا هقول لكم على كذا سبب ان الفيديو فايرال. بص يا معلم، اول حاجه ان انا كنت اليوم ده انا ما صليتش، وفضلت من فتره كده كنت يعني بصلي بتقطيع كده، كنت زعلان قوي. ففي اليوم ده انا من الفرحه ان الفيديو كان جايب 100 لايك، 100 لايك. انا اتبسطت انه جاب 100 لايك. فانا عملت ايه؟ انا قمت رايح صليت، قضيت الفروض اللي عليا كلها في اليوم ده، وقمت مصلي ركعتين شكر. وبعدها رحت 100 لايك. ما أنا لسه بقى ببدا. فال 100 لايك دول بالنسبه لي اول فيديو يعني. فال 100 لايك دول كانوا عاجبيني قوي، فصليت ركعتين شكر. وبعدها قعدت ذاكرت عربي، وقلت لا بقى انا هبعد عن السوشيال، مش فيديو اللي هيشغلني عن المذاكره. وبعد كده هبقى ارجع اشوف الفيديو بعد ما اخلص المذاكره. جيت على الساعه 10 كده او الساعه 11. انا عامل جدول للمذاكره، يعني انا ليا وقت بذاكر ببدا منه ووقت بخلص فيه. بس الساعه 10 ده مش الوقت اللي انا بخلص فيه خالص، هو بدري. الساعه 10 كده قلت لا انا مش قادر استحمل، هشوف الفيديو يا رب يكون جاب 200 لايك او يكون جاب 150 حتى. فبفتح لقيت الفيديو بدل ما يجيب 100 جاب 200 جاب 400. وانا بسمع الفيديو عملت ريفرش لقيت الفيديو جاب 600 لايك، وما شاء الله الفيديو جاب ريتش. فانا هقول لك على حاجه، عشان عايز تعمل محتوى ما تروحش تعمل على التيك توك. اما مش قصدي ان انا هاجم تيك توك والكلام ده كله. هقول لك على حاجه، حط يوتيوب في مقارنه مع التيك توك، مين اللي هيكسب؟ يوتيوب. هقول لك اليوتيوب هيكسب ليه. عندك انت هات الصفحة الرئيسية بتاعت التيك توك، هاتها وقارن الفيديوهات اللي فيها الفيديوهات اللي في الصفحة الرئيسية بتاعت اليوتيوب. شوف مين اللي يستحق الشهرة. انت لو جيت تشوف الفيديوهات اللي عندك على التيك توك هتلاقي ان الفيديوهات دي كلها فيديوهات تافهة، مفيش محتوى، مفيش اي حاجه. لازم عشان تبقى مشهور على التيك توك تفضل ماشي ورا الترند ايا كان الترند ده ايه. اما على اليوتيوب انت بتعمل محتوى، في ناس بتحبك، محتوى بتتعب عليه، محتوى بتمنتجه، ايا كان لازم واكيد محتوى اليوتيوب يكون احلى من محتوى التيك توك. انت فاهمني؟ اليوتيوب والتيك توك. انا لما بدات على التيك توك في 2017 انا او اقل من 2017 انا كنت بعمل محتوى وانا في 5 ابتدائي. انا دلوقتي في ثالثه ثانوي، يعني اقول في لو حسبت فرق الوقت او فرق العمر هتلاقي ان انا كنت في سنه 5 ابتدائي. ازيكم عاملين ايه؟ انا طالب ثالثه ثانوي ويا رب نخلص. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال ويا رب نخلص. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال في ثالثه ثانوي ويا رب نخلص. ازيكم عاملين ايه؟ انا اتقبلت من ثالثه ثانوي ويا رب نخلص. يا ابني حرام عليك والله هتموتني ناقص عمر. معلش انا دمي اتحرق اخر مره. احب اشكر كل حد عمل لايك، كل حد عمل سبسكرايب. انا اكتشفت ان انا في ناس شافت الفيديو من الاردن، ناس شافت الفيديو من العراق، ناس شافت الفيديو من فلسطين ودول عربيه تانية. يا ريت انت تكتب لي اسم دولتك ايه في الكومنتات. او حابب اقول لكم على حاجه بالنسبه للناس اللي بتقول لي انت ازاي كنت بتقول الموسيقى حرام في اخر الفيديو، وبتقول ان يعني ما ينفعش تسمع موسيقى او ان انت تعمل موسيقى، وبتحط في الانترو بتاعك في صوت موسيقى، او اللي هو لما بتيجي توقف الفيديو مثلا وتكتب كلام هنا يكون فيه موسيقى. هقول لكم على حاجه، انا ما كنتش لاقي بديل للموسيقى دي. ما اعرفش، انا الفيديو ده وانا بمنتجه لو لقيت بديل هحطه، ما لقيتش بديل هحط الموسيقى دي. فيا ريت لو حد يعرف بديل حلال 100%، عشان انا كنت بشاهد اليوتيوب زيك في يوم من الايام، وكان نفسي الاقي حد على اليوتيوب بيعمل محتوى يكون الفيديو حلال 100% عشان احط لايك وانا مستريح. انا حاسس بيك لان انا الحمد لله ربنا كرمني واتشهرت في فيديو واحد. انا قبل الفيديو ده انا كنت بتفرج على اليوتيوب كنت بتضايق لما بشوف فيديو، وكنت نفسي اعمل لايك فيديو متعوب عليه، بس ما بعملش لايك عشان خاطر مثلا في موسيقى في الفيديو، في بنت باينه في الفيديو. اقول لكم على حاجه، انا ان شاء الله الفتره اللي جايه محتواي هيكون حاجه من الاثنين، يا اما رياكت يا اما هيكون محتوى زي ما انتم شايفين كده بطلع اتكلم معاكم، يا اما الميكس، يا اما الاثنين
مع بعض. فانا ده يوزر الانستا بتاعي، يوزر الانستا، او هتلاقوا اليوزر تحت في الديسكربشن، الانستا والفيس والتيك توك. فروحوا اعملوا لي فولو على الانستا واعملوا لي فولو على التيك توك واعملوا لي فولو على الفيسبوك، ويا ريت تبعتوا لي ريتزات على الانستا عشان خاطر لما اجي اعمل فيديو رياكت الاقي فيديوهات ان انا اعمل عليها رياكت. بس عايز فيديوهات، الفيديوهات اللي انا اعمل عليها رياكت كلها شروط. الشرط الاول ما يكونش فيها موسيقى، لا، او لو كان فيها موسيقى انا ممكن اعمل لها، ما يكون الفيديو مش معتمد على الموسيقى. هو الفيديو لو سمعته من غير موسيقى انا هكون فاهم الفيديو بيقول ايه، عشان كده اقوم قاطع الموسيقى منه ومنزله وعامل عليه رياكت عادي. الشرط الثاني الفيديو ما يكونش فيه بنات، عشان انا مش هفضل كل شويه اعمل بلور على بنت واعمل الكلام ده كله، عشان مش عايز حد يشيل ذنب طبعا. الشرط الثالث انا نسيته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال، ويا رب اخلص ثالثه ثانوي. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال واتقابلت من ثالثه ثانوي. يا ابني حرام عليك والله هتموتني ناقص عمر. لو خدتوا بالكم طبعا اظن في فرق في الجوده بتاعه الفيديو ده والجوده بتاعه الفيديو اللي فات. انا الرينج لايت ده كان عندي، الرينج لايت ده كان عندي، كان هنا، كان متعلق هنا، مش عارف اشاور عشان البتاع معكوس هنا روح شوفوا الفيديو اللي فات بقى وانتوا هتعرفوا اكيد. الفيديو اللي فات يعني محدش ما شافوش. المهم انا المفروض المحتوى بتاعي انتوا تستنوا منه فيديو كل احد وخميس، بس الفتره اللي انا فيها دي لو لقيتوا مني تقصير، لو لقيتوا مثلا نزلت الفيديو بدل الخميس يوم تاني او بدل الاحد يوم تاني، لو لقيتوا مثلا جه يوم ما نزلتش اعذروني، انا بمتحن، انا في ايام صعبه. انا امبارح يعني فضلت اذاكر وقت طويل جدا جدا جدا. الوقت ده كله كنت عمال اذاكر واتعب عشان ان شاء الله اروح في الامتحان ولا غش من حد ولا حد يغششني، ولا غش من حد ولا حد يغششني. هقول لك ليه. بص، اتعب عشان في ثالثه ثانوي انت هتكتشف ان انت كنت المفروض تذاكر في ثانيه واولى. ده لو انت ما كنتش بتذاكر. انا كنت بذاكر في اولى وجيت في ثانيه ما رضيتش اذاكر. انا كنت قلت لا انا هاخد السنه دي بريك بين اولى وثالثه ثانوي. طلعت اشتغلت فيه. اما بشجعش انك تقعد وما تذاكرش في ثانيه ثانوي، ما الاقيش واحد يقوم قايل ده كده ممكن تسقط. فانت ذاكر، اعمل اللي عليك، اجتهد، ولكل مجتهد نصيب. المهم انا في ثالثه ثانوي انا داخل جد، داخل تعبان طول السنه. انا داخل عايز اتقي الله في اللي انا عملته، اتقي الله في اهلي، اتقي الله في كل حاجه. تصدق بالله انا في الامتحان بتاع ثانويه عامه، انا في الامتحان ده اذا ما كنتش هنجح واحل بمجهودي انا مبسوط والله العظيم. امتحان التربيه الوطنيه، الامتحان ده انا اول مره بصيت عليه حليت فيه 5 اسئله وسبت الباقيين. كنت عمال افكر اقول يا رب يا رب وادعي ربنا وفقني. ليه؟ لان انا كنت مذاكر. اولا ذاكرت، تاني حاجه علشان انا ما رضيتش اغش، مش عايز انشر موضوع ان اللجان كانت كده. بس للاسف المراقبين ما عندهمش ضمير. في ناس كتير هتزعل من حته ان اللجان بتاعتهم شاده. هقول لك على حاجه، انت لو اللجنه بتاعتك شاده وانت زعلان يعني انت لازم تراجع نفسك لان انت كده هتضيع نفسك. الفيديو ده انا عارف ان هو مش مضحك، انا عارف ان الفيديو ده مش مضحك. على قد ما هو بحفزكم، على قد ما هو بقول لكم نصايح، عشان في ناس طلبت مني يا مصطفى انت اعمل محتوى مفيد، اعمل محتوى نافع. فانا لسه ببدا. الفيديوهات دي تمهيديه للمحتوى اللي هعمله. انا لسه مش عارف اعمل ايه. حابب اكلمكم بقى عن اكتر 3 حاجات بحبهم في حياتي. حابب اكلمكم بقى عن اكتر 3 حاجات بحبهم في حياتي. القطط، كريستيانو رونالدو، الاهلي، لحظه عشان كاتب الثالثه، ريال مدريد. المفروض دي ما اكتبهاش انا كده بقى ماشي. انا بقى هكلمكم عن اكتر 3 حاجات بحبهم في حياتي. القطط، الاهلي، ريال مدريد، عمي وعمك كريستيانو رونالدو. فانت لو بتحب كريستيانو رونالدو انزل اعمل سبسكرايب وشير واعمل لايك وفعل الجرس واكتب لي كومنت قول لي انت بتشجع رونالدو ولا ميسي. ولو انت بتشجع ميسي اعمل برضه سبسكرايب واعمل لايك واعمل شير واعمل كومنت اكتب فيه انك بتشجع ميسي. انا بحب رونالدو، فالناس اللي عاملين رونالدو دول انا بحبكم. انا سمعت ماتش الاهلي بس ما سمعتوش، انا سمعت في اخر 5 دقايق لان انا فضلت اتقلب على السرير وما كنتش لاقي حاجه اعملها. كنت بحاول ان انا ما عرفتش، شغلت قران، عملت كل حاجه مش عارف. بس الحلو في الموضوع ان انا القران اللي انا كنت مشغل سوره لقمان. فكنت مش مركز يعني اللي هو بردد السوره معاه غصب عني، بلاقي لساني بدا ان هو يتعود عليها. رحت الامتحان الحمد لله اللي انا اجتهدت عشانه او ربنا رزقني. مش هقول ان انا اجتهدت في حته ان انا حفظت الصوره. فالحمد لله ربنا رزقني عشان انا كنت رايح متقي الله في نفسي ومتقي الله في اهلي وما رضيتش اغشش حد. والله العظيم انا في ناس هتقول لي لما تكون مش عايز تغشش حد
وتلاقي واحد بيقول لك ايه ده الطالب اللي بيبقى قاعد في اللجنه ما بيرضاش يغشش حد ولا حد يغشش. يا حبيبي يا حبيبي، هما بيقولوا كده عشان متضايقين عايزين يغشوا منك. سيبك من كلام الناس ده كله، انت احسن من كده، فبلاش تغش بلاش تغش. اجتهد اجتهد، اهم حاجه الاجتهاد. اجتهد وراضي ربنا في اللي انت بتعمله، علشان السنه دي بالذات ثالثه ثانوي دي اللي هتحدد مستقبلك. فانت لو دخلت كليه عاليه بمجموع عالي وانت مش تعبان فيه، هقول لك على حاجه لا مؤاخذه، انت عارف الناس الكتير اللي بيقولوا ده انا خدت الشهاده ومش عارف حطيتها في ايه. الناس دي كلها عملوا كده ازاي؟ جايبين الشهاده بتاعتهم، مش كلهم، عشان ما حدش يقول لي ده ابن عمي كان، مش كلهم. الناس بياخدوا الشهاده بيرموها ليه؟ لان انت ما عندكش مؤهلات، انت ناجح بالكده، ناجح كده يا معلم، انت مش تعبان. اما الناس اللي تعبانين والله العظيم لو كليات قليله والله ربنا بيرضيهم وبيرزقهم. فانت بلاش تغش بلاش تغش. احنا في ايام ايام صعبه، انا عارف، ايام تستدعي الخوف. انا من كتر الخوف فضلت صاحي مع انه كان امتحان تربيه وطنيه ودين، امال لو كانت مواد بتضاف للمجموع. المهم ما تقلقش ما تقلقش. اهم حاجه رضا الوالدين. رضا الوالدين اهم من ابوك وامك. راضي باباك ومامتك، راضي تحاول ان انت تتعامل مع الناس بكل قبول. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال، ويا رب اخلص ثالثه ثانوي. لو السؤال ده اتكرر تاني هفتح. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال واتهبلت من ثالثه ثانوي. احكي لكم على موقف كده. كنت رمضان او مش فاكر امتى، رايح اصلي، فكان في طفلين قاعدين في عمود كده في الجامع، هما بيبقوا قاعدين عليه. فانا دخلت اتوضيت وطلعت لسه عايز اصلي، لقيتهم بيتخانقوا على المكان، فلقيت واحد منهم بيقول لي يا عمو عمو. وانت يا عمو ما بتشوفش؟ لا يا ابني انا كفيف. هما دول كام؟ لا اسال امك بقى. فلقيت واحد كده بيقول لي يا عمو عمو، مش عايز يقعدني مكانه. عمو مش عارف عمو ايه الصراحه. انا لسه ان شاء الله هتم 19 سنه. قول لي كل سنه طيب. لسه هتم 19 سنه في شهر 11 اللي جاي ده. فالخلاصه من الفيديو، بلاش تغش بلاش تضيع تعب السنه كلها. ده لو انت مذاكر ومتقي الله. الفيديو بتاعنا كده للاسف خلص. انا عارف انكم حبيتوني وحبيتوا المحتوى اللي انا بعمله وحابين ان الفيديو يكون اطول من كده، بس للاسف انا مش هقدر لان المونتاج بياخد وقت طويل جدا يعني. فيا ريت النصائح اللي انا قلتها دي كلها تسمعوها. وكمان شويه ممكن تلاقوني نزلت فيديو بنصح فيه الناس اللي داخلين ثالثه ثانوي ياخدوا دروس فين ويعملوا ايه ويجهزوا ازاي. فما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين، ولو ما بتصليش يا ريت تصلي. واهم حاجه رضا الوالدين. ولما تلاقي حاجه حلوه حصلت لك في حياتك صلي ركعتين شكر. انا عارف ان الموضوع في ناس صعب عليهم شويه، بس صلي ركعتين شكر. صلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا نشارك الاجر والثواب. انت لما تصلي على النبي انا هاخد ثواب انك صليت على النبي، وهاخد ثواب انك كتبت كومنت في الصلاه على النبي، وهكسب ثواب ان في حد صلى على النبي بسببي، وانت برضه هتكسب ثواب لان انت اللي كاتب الكومنت. فادعوا لاخواتنا في فلسطين يا رب ينصرهم. احنا في ايام صعبه، ادعوا لي من كل قلبكم. دعوه 40 غريب مستجابه. انا تعبان طول السنه فربنا ما يضيع مجهودي. في ناس بتقول انت بتعمل فيديوهات وما بتذاكرش. والله يا جدعان انا اللي مخليني اعمل فيديوهات حب الناس والدعم. انا ما شاء الله يعني السبسكرايبر دول كلهم مش عارف اقدم لهم محتوى ايه، فانا بحاول اعمل اللي يرضي الطرفين، ان انا اكون بذاكر وبعمل اللي عليا واكون برضه المتابعين بتوعي. بس كده الفيديو بتاعنا خلص.